السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله هعمل لكم حاجه حلوه قوي بتتباع في المحلات الحلوانيه، بتتباع باسعار عاليه قوي، مع ان مكوناتها سهله جدا وبسيطه وبتتعمل في دقايق. لا مش محتاجه فرن، مش محتاجه عجن ولا اي حاجه. المكونات عندي، انا عندي هنا كيكه، هنا كانت قطعتين كيكه باقيين اهوت. ممكن تنفع باي حاجه غير الكيكه. لو عندك بسكوت، حتى لو بسكوت العيد ممكن تستعمليه، بسكويت اي نوع بسكوت بتحبيه. عندي لبن، وعندي هنا ايس كريم، نوع النكهه اللي تحبيها، فانيليا، شوكولاته، اي حاجه. وعندي صوص شوكولاته. هوريكم هنعمل ايه دلوقتي في الطاجن. قطعت قطعه الكيك اهو، حطيتها في الطاجن من تحت. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط عليها اللبن. ماشي، هحط عليها اللبن كده عشان تبقى طعمها جوسي كده، طعمها حلو. ماشي، الوصفه دي تنفع باي نوع عندك حلويات باقيه، حتى لو مثلا عندك كنافه، عندك اي حاجه باقيه ممكن تستعملي فيها. هنعمل ايه دلوقتي؟ بعد ما زقت الكيكه باللبن، هحط بقى معاها صوص شوكولاته. ده الصوص اللي انا عاملاه عندي في البيت على ايدي. هبقى انزل لكم وصفته. الطريقه دي غير مش الصوص اللي هو بيتعمل باللبن والزيت، لا يعني ده مختلف شويه. بصوا عامل ازاي، بستعمله في كل الحلويات، طعمه خطير. بصوا هحط منه معلقه كده. مغرقه بقى صوص شوكولاته. بعد ما حطيت عليها صوص الشوكولاته يا حبايبي، هحط بقى عندي ايس كريم. هنا دي بنكهه المانجو، انا اللي عاملاها في البيت برضو. بشوفوا طريقتها عندي على القناه، طريقه سهله جدا ومش ومكونات سهله جدا. هحط منها على على الطاجن، وهرجع بقى نشوف نعمل ايه. بعد ما حطيت الايس كريم على على الكيك وصوص الشوكولاته، هحط بقى تاني صوص شوكولاته. بصوا الوش بقى هغرقه كل صوص شوكولاته. بصوا الصوص عامل ازاي. وده الطاجن يا حبايبي اهوت. ممكن بقى تزينيه من فوق باي، يعني عندك شوكولاته مبشوره اي حاجه، او شوكولاته شيبس او اي حاجه، ممكن تزينيها باي حاجه. انا هزين هنا بجوز الهند. وده الطاجن يا حبايبي بتاعنا اللي عملناه النهارده. يعني عملناه من مكونات بسيطه جدا وحاجات بواقي عندنا. يعني عندنا الكيكه باقيه محدش واكلها، فممكن تستعمليها وتعملي بيها احلى. عملناه بواقي الكيكه، يعني الكيكه باقيه محدش واكلها، مش طبعا مش هنرميها دلوقتي، الحاجه غاليه ومكلفه، فهنعمل منها حاجه حلوه. بنروح نشتريها من المحلات باسعار غاليه جدا واسعار خرافيه. فاحنا عملناها بطريقه سهله وبسيطه، ما كملتش دقيقتين، يعني دقيقتين بالظبط، ويكون معاكي احلى حاجه حلوه، احلى طواجن حلو تقدميها بقى لعيلتك، لاسرتك، لاولادك، هيحبوها هيحبوها جدا. ومعموله من مكونات بسيطه. وعايزه اقول لكم انت ممكن تغيري، بدل الايس كريم تحطي كريم شانتيه، ممكن تحطي تعمليها برز بلبن، تعملي طبقه رز بلبن عليها مثلا ايس كريم، عليها صوص بقى كراميل، صوص شوكولاته. تعملي بقى، غيري الطاجن ده، ممكن تغيري وتعملي فيه حاجات كتيره. يعني تبدلي الكيكه بحاجات، ببسكوت تبدليها باي حاجه، وتبدلي الايس كريم، يعني تعمليها تبتكري فيها بقى. والطاجن جميل جدا وطعمه حلو. اتمنى تجربوه وتقولي رايكم في الكومنتات.